قبل ما نبدا الحلقه ديالي غنهضر معكم، غنقول لكم واحد القضيه. واحد الشاب سميتو يوسف املو. هاد يوسف املو كان بطل العرب، وتنأكد كان بطل العرب في رياضه كمال الاجسام، في الرياضه ديال كمال الاجسام. مغربي هاد الدري هذا، شاب رياضي بطل العرب في هاد الرياضه اللي قلت لكم ديال كمال الاجسام. وخصكم تشوفوا تصوروا كيفاش كان هاد الولد هذا، وتشوفوا كي ديك الوقفه ديالو وديك ديك القلده ديالو، وخدام مسكين على عائلته، وكان عند وقت 50% للرياضه و50% تيسوق واحد الكاميو كبير، كاميو تسميه من الرموك حنا رومورك، كاميو كبير تيسوق. نفخت ليه واحد الرجل عنده، نفخات ومشى تيشوف شنو واقع، لقى عنده كونسير في الرجل ديالو. بدا تيدير الشيميو، بدا تيداوي من هنا لهنا. الشيء اللي وقع لهاد الولد هذا، هاد يوسف، جبدته في هذه الحلقه هذه لانه بطل العرب في كمال الاجسام. ما خصوش هاد الدري يتنسى، حيت هو مسكين تنسى. هو راني ما شفتو، يمكن لكم تسولوا، ما اتصلت به، ما هضرت معاه، ولكن وصل لي الخبر ديالو وتاكدت من داكشي اللي قالوا لي الناس، تاكدت منه، والناس كنت في الدار البيضاء تيعاودوا عليه الناس. انا هنا تنقول هذا بطل ديالنا، بطل العرب، ماشي غير بطل المغرب، بطل العرب كاملين. خصنا ما نساوش شيء، خصنا نتفكروه كما غنتفكروه حتى انا. وني نقول لكم اتصلوا به، ساعدوه، راه بطل ديالنا ما خصوش يضيع. حتى واحد من الابطال ديالنا في المغرب ما خصو يضيع، والله شافيه. ونبداو الحلقه ديالنا. الحلقه ديالنا اليوم تتدور على واحد العلاقه وواحد الصداقه ما بين جوج عيالات، علاقه غريبه. ولكن نبغي نقول لكم، انا ديما تنقول لكم بعدوا الدراري، بعدوا الدراري، بعدوا الدراري، بعدوا الدراري. ولكن لما تنخرج الشارع وتنتلاقى بالناس غاديين مع وليداتهم، سيتو العيالات غاديين مع وليداتهم، تنسلم على، تيطلبوا مني، تيسلموا عليا او تيتصوروا معايا، وانا شخص عمومي ماشي ديال راسي، وليد ديال الناس، تيسلموا عليا. لما تيسلموا عليا تيكون مع الدراري صغار، تنقول ليه تقرا مزيان واش نجحتي، تقول لي امو هذا متبعك، تتبع الحلقات ديالك. تنقول يا ودي راه تنقول لكم بعدوا الدراري صغار، بعدوا الدراري صغار. عليا وليت تندير احتياط لما تنقول الحلقات ديالي، باش في بعض الحالات ما يفهمونيش الدراري الصغار، وانتم اللي سولوكم شرحوا لهم كما بغيتوا نتوما. انا ما يفهمونيش شي حاجه اللي هي تتمس، ولا شي حاجه اللي هي شويه ما خصناش نقولوها لهم، ما خصهمش يسمعوها. تعرف كيفاش ندوز انا وكيفاش نطرب عليها، كما تنقولوا كيفاش نبعد منها. انتم تفهموها هما ما يفهموها شيء. الشيء اللي عندي اليوم في هذه الحلقه هذه، هنا واحد الوقت غادي نهضر لكم على العلاقه ديال هاد جوج عائلات بالرمز، بالرموز، وانتم تفهموا. النبيه بالاشاره. جوج عائلات معروفين، وحده امراه كبيره في العمر، امراه كان الجسد عندها غليظ بزاف، قويه، رجاليه كما تيقولوا، امراه رجاليه. وواحد البنت كنت تعرفها، كانت عندها علاقه بها، كانت جارتها قبل ما تحول ديك البنت، كانت جارتها، كانوا مجاورين وتحولت ديك البنت، ولكن بقات بيناتهم العلاقه، بقات تجي عندها ديما. هذيك البنت ولفت هذيك السيده وديما تجي عندها. وهذيك السيده شنو كانت العمل ديالها؟ كانت نقاشه ديال الحنه، وتمشي مع النقافات وخدامه. تعرفوا ديك العيالات تيكون نقاشات يمشيو مع النقافات وكذا. وديك البنت كانت لاصقه فيها وكانت صاحبتها، وكانت تثبت عندها بعض المرات تتبان في دارها. هذيك البنت تزوجات وبعدت منها، ولكن واحد الوقت مات لها الراجل ديالها، ولدات بنيه ومات لها راجلها. مات الراجل وخلى لها الخير ديال الله، خلى لها الدار فين ساكنه، خلى لها الفلوس، خلى لها واحد المعاش مزيان، خلى عندها راجل كان تاري، الا بغينا نقولوا لاباس عليه، تاري ولاباس عليه. حنا نوقفوا القصه هنايا وندخلوا في الشوط الثاني ديال القصه. واحد النهار واحد عساس في الليل، عساس في الكيران، تيقول واحد الكار، واحد الصندوق، جابوا واحد الحمال مع واحد المراه وحطوه هنا بلاصه الكيران. قالوا داك العساس كان واقف تما، قال لها ودي راه غنتسنى واحد الكار غيجي دابا وغادي يديها، نمشي معاه. هذيك المراه قالت لي غنمشي غندي الصندوق غنسافر. كان الحال في الليل، السيد حط الصندوق تما، صندوق كبير حطوه، وبقات ديك المراه واقفه حداه. خلصات هذاك الحمال اللي جا دا مشى في حالته،
بقات تهضر شويه مع العساس، تهضر العساس تيمشي تيدور في المحطه، تيمشي هنا وهنا. واحد الوقت العساس تيلاحظ بان الصندوق بقى يفعل المكان والمراه ما كايناش. قال ربما مشات هنا ولا هنا ولا مشات شي بلاصه قريبه ولا كذا، ولكن المراه ديسباري، ما عرفاش فين مشات. السيد مشى الليل ودا الليل وجا الليل والسيد تيأس تما، لانه هو تيجي مع المغرب تيبقى حتى الصباح. تيدوزو البوليس تيقول ما ودي واحد السيده خلات واحد الصندوق هنا تتسنى واحد الكار ما رجعش ليه. حسب التصريح ديالو في المحضر ديالو هو تيقول بانه جاو البوليس الاولين دازو الناس الى الحضاري، قال واحد الصندوق خلات واحد المراه، قال لي ربما مشات شي بلاصه، شوف الا ما رجعتش تمام تاكدتي منه عيط علينا. دازو لك البوليس مره اخرى قال لهم قالوا له واش باقي ما جاتش هذيك؟ قال سيدي باقي ما جاتش شي، باقي ما جاتش. الصباح داك السيد بقى واحد مع الصندوق، عيط للبوليس من جديد قال لي ما وديهاش كاين داك السيد راه ما جاتش، والصندوق انا لقيت واحد فيه هنا يلاه ما يجي له شي حل. جاو البوليس عين المكان، شافوا داك الصندوق تلقاو بانه ثقيل، صندوق ثقيل. هنا عيطوا الشرطه القضائيه باش يشوفوا هذا الصندوق شنو فيه الداخل. الشرطه القضائيه تلقاو فيه مراه بنت ومعها بنيه صغيره وبجوج مقتولين، وحتى الرؤوس ديالهم فارقين مع الجسد، الراس فوق على الجسد. بداو العساس تيسولوه كي داير هاد المراه، كي داير هاد الحمال، كي داير هذا، تيسولوا فيه. الحمال تيقول سيدي واحد المراه غليظه محنه يديها هاكي دايره وكي ما تعرفها شيء. الحمال انا ما رديتش ليه البال، جا هنايا جايب عنده واحد الموتور الصندوق هنايا وزادوا فحالهم، المدينه راه كبيره، انا ما عرفتش شكون هو. هنا مسكين الحمال، هنا مسكين العساس لابد ما تيبقى تحت مساءله شكون، عاود تكون خبر، عاود تاكد، عاود تعرفوا ذاك البحث كيفاش تيكون. ولكن لما مشاو شافوا، دخلت الشرطه العلميه اللي كان ديك الساعه تشخيص قضائي، تيشوفوا البصمات تلقاو عرفوا مولاتهم، عرفوا ديك البنت، عرفوها يمكن لا كارت ناسيونال ديالها، عرفوها وعرفوا السكن ديالها. مشاو السكن ديالها تلقاو السكن ديالها مسدود. الجيران نعتوا مع عائلتها فين ساكنين، مشاو عند عائلتها، جات العائله قالوا لهم ودي هذه بنتنا وهذه بنتها، وراهم جثه وحنا الله اعلم ما عرفناش شكون اللي قتلها، ولكن بنتها تعيش مع بنتها بوحدها وعندها واحد الخدامه عايشه معاها، ولكن شكون اللي دار لها هادشي الله اعلم، ما تعرفوش. ما عندها عداوه، ما مخصمه، ما تيسالوها فلوس، ما تتسال فلوس، مراب ديالها لاباس عليها ما خاصها التاخير، حتى نجيو نشوفوها ونطلعوا عليها ونمشيو. وريونا الخدامه، مشاو جابوا الخدامه ديالهم، مشاو جابوا الخدامه. هذيك الخدامه قالت لهم ودي هي ما عندها فين تمشي، ما تخرج حتى شي بلاصه. لما قبل ما يموت راجلها كانت تخرج مع راجلها وتجي مع رجلها عند عائلتها، عندها واحد صاحبتها نقافه نقاشه اللي كانت قلت لكم في الاول، نقاشه صاحبتها هي اللي عندها. وقالت لي ودي السيده البارح راه قالت لي كملي الشغل ديال الدار وسدي وسيري وانا غنمشي عند صاحبتي نقاشه، ومشات عندها. السيده هذيك الخدامه تقول انا ديما تمشي عند واحد النقاشه، ومشات عند النقاشه اللي تنقش الحنه، ولكن انا ما عرفاش النقاشه، انا عمري ما تصاطحت هكا مع النقاشه وعرفتها في وجهها وداك الشيء، وانا عاد خدمت عندهم عاد وليت خدامه، ولكن ما عرفاش شكون هاد النقاشه هذه. اذا السيده تقول بانها مشات عند النقاشه، خصنا نعرفوا شكون هي هاد النقاشه اللي مشات عندها، نقلبوا شكون صاحبتها. نرجعوا للعائله ديال البنت. العائله ديال البنت تقول هي كانت واحد النقاشه جارتها كانت ساكنه حداها وتحولت من حداها لما تزوجات، ولكن بقات علاقه بها. مشاو عند ديك النقاشه، مشاو عندها، ندخلوا عندها، تعرفوا النقاشه برد الحنه تيجوا عند العيالات وداك الشيء وهذا سولوها تيقولوا لها السيده جات عندك البارح، قالت لهم ما جاتش عندي البارح. قالوا لي ما تجي عندك، قالت لهم ما بقاش تجي عندي، من نهار تزوجات ما بقاش تجي عندي. كيفاش؟ تماما. قالت تماما ما بقاش تجي عندي. هنا ولات مواجهه مع العائله ديال الضحيه. العائله ديال الضحيه تقول لك لا تمشي عندها، ديما جالسه معاها، وديما هذه وديما هذه. هي تقول لا انا من تزوجات ما جاتش عندي. هنا دازوا الناس للجيران، بقاو تيسولوا الجيران اللي حداها، لقاو جارات تيقولوا لا تدوز عندها، ديما تنشوفها داخله خارجه عندها، كانت عندها غير هاد الايام. قلنا علاش كذبات؟ هذاك الكذوب ديالها جعل باش تقلب الدار، يتقلبوا الدار كامله. ربما هاد السيده
دات لها شي فلوس ديالها او داب ديالها او شي حاجه داتها عليها او شي، بقاو تيقلبوا الدار. لما بداو تيقلبوا الدار ما يلقاو في واحد البيت واحد الزريبيه عليها اثار ديال الدم، وواحد الزربيه كبيره مصبنه ومحطوطه في واحد القنت، وشي حوايج كبار مصبنين وطاوات ديال السداده وداك الشيء مصبنين. قال لها واش هادشي عندك شي خدامه تتصبن لك؟ قالت لهم لا، صبنتو غير راسي، هادشي توسخ وصبنتو. بقاو تيقلبوا تيشوفوا اثار باقي ديال الدم، رغم ان السيده نطفات، داك المحل نطفاتو، ولكن لقاو اثار ديال الدم. ما لقات السيده كيفاش تجاوب. بقاو تيقلبوا في الحيلي ديالها وفي الذهب ديالها، لقاو عندها شي حيلي وشي ذهب. عرضوا على العائله ديال الضحيه، قال لهم شوفوا لي كون شي ذهب هادو ديال بنتكم، تعرفوا على واحد الدبليج وعلى واحد الخاتم وواحد الساعه، تيقولوا هذه ديال بنتنا، هذه ديال بنتنا. في الاول قالت لهم لا ديالي، وفي الاخر قالت لهم لا خلاتهم عندي. فوقاش خلاتهم عندك؟ من جات عندي، فوقاش عندك الباع ولا الباع؟ علاش نكرتي؟ علاش نكرتي؟ علاش نكرتي؟ هنا السيده عمقوا معها البحث، عمقوها البحث وهي تعترف بان هي اللي قتلتها. ولكن علاش قتلتها؟ هاد السيده تزوجات، وتزوجت راجل غني، وتزوجت راجل عنده فلوس، وهي كانت مصاحبه مع هاد السيده، مصاحبه معها حتى قبل ما تتزوج، كانت جارتها وتصاحبت معها، بقات مصاحبه معها وهي مزوجه، وبقات مصاحبه معها لما مات راجلها وترملات. وعلاش قتلت السيده؟ ما مشاتش هي الفيلا ديالها بسرقت لها الذهب ولا شي حاجه، واش هي قتلتها على داك الدبيليج وداك الخويتم وداك المكينه ديالها؟ لا، ما كما تنقولوا اتاكوها بحجج دامغه، وما لقات كي دير، ما لقات الا تعترف. شنو قالت في الاعتراف ديالها هاد السيده علاش قتلت؟ قالت لهم كانت صاحبتي من نهار من صغرها وانا مصاحبه معها، من صغرها وانا مصاحبه معها، والصحبه ديالها هي اللي ما خلاتنيش انا نتزوج، ما خلاتنيش نتزوج. كيفاش ما خلاتكش تتزوجي؟ والو، انا كنت دايره فيها كل شيء، كنت داير فيها خويا وعمي وصاحبتي وراجلي وكل شيء دايرها فيها فهاد السيده هادي. ايوا، والمهم انا لما تزوجات انا بقى فيه الحال، مشات عليا وبقيت شاده فيها، ديما تنقولها تجي عندي تجي عندي، تنقول لها راه بلا بيك ما نقدرش نعيش، خصك تجي عندي خصك تجي عندي. وتتقول لما طلقات، لما ترملات وماتت، مات راجلها، رجعنا الصداقه اللي كانت بيناتنا، يوم خصك تطلع عليا، الا غابت نهار ما تغيبش النهار الاخر. حتى علاش هاد الصداقه بيناتكم حتى لهاد الحد؟ قالت لهم حنا هكا دايرين، انا وياها راه ما فرقنا غير الموت. وعلاش قتلتيها؟ انا قتلتها لانه سمعتها بغات تتزوج، عاوتاني بغات تتزوج، سمعتها بغات تتزوج، وقلت لها داك السيد غادي يدير لك غير فلوسك وغادي يعريك ويديك فلوس اللي خلى المرحوم راجلك وكذا، ونهيتها وهضرت معاها وحدرتها، قلت لها عندها كي ديريها، ودارتها وقالت لي شوف انا غنتزوج ما تقول لي والو. والسيد جابتو حتى لعندي وسلم علينا ومشى، وقالت لك غيديروا الكاغيط وداك الشيء. عاوتاني بغاتني تخليني بوحدي وانا لا. شنو العلاقه اللي ما بين هاد السيده هادي اللي جات تقتلها؟ واش مرات صاحبت مع مراه قالت لها بغيت نتزوج؟ قالت لها لا. مرات صاحبت مع مراه قالت لهم انا فيها امي وفيها بابا وما نبقاش نتفارق معاها. وما غتفرق هي من غتتزوج، راه غتبقى صاحبتك كما كانت قبل، من كانت مزوجه وكانت تجي عندك. لا، قالت لي ما غيبقاوش هنا في هذه المدينه، ما غتبقاش هنايا في هذه المدينه. صافي ولا قتلتها. علاقه بين جوج هاد العيالات هادو. وهنا غنرجع نقول لكم انا ما تنبغيش الدراري يتفرجوا كما جميع المؤثرين او عندهم قنوات اللي الناس يعرفوا شويه تيفهموا، تيقول الدراري خليهم جانبا، الدراري خليهم جانبا ما تفرجوهم شيء. ولكن هاد القصه هادي غيفهموها الاطفال، صاحبتها وعزيزه عليها وغتتزوج بغات تبعد منها وغتمشي لمدينه اخرى وما سخاتش بها وقتلاتها. غيجي غريب هاد الهضره هادي، ولكن نتوما غتفهموا العلاقه اللي كانت بيناتهم كانت علاقه عميقه وكانت علاقه خبيثه. وتيقول سي بن حسون الشريف عميد الشرطه تيقول في اعاده تمثيل الجريمه حسب ما وصلني من ابنه هو المسطره، تيقول بحثوا معاه قالوا لها في اعاده تمثيل الجريمه كيفاش درتي لها حتى قتلتيها. تتقول بان عيطات عليها قالت لها شوفي دابا انت غتمشي وغتزوجي وغديري وغتمشي مع الراجل وكذا وكذا وهذا، ولكن انا بغيتك لواحد القضيه مهمه غادا تجي عندي، ولكن شوفي ما تقول حد راكي غتجي عندي، جي عندي بوحدك، لا الدار لا كذا لا كذا، سمتي واجي عندي راني باغياك. ديك السيده داكشي اللي دارت، تعترف التلفون ديالك قول مشات عندها، قالت لها خبرتي شي حد؟ قالت لها لا. قالت لها انا بغيت ندير لك واحد النقص اللي غتمشي بعد راجلك ما درتو حتى شي وحده.
حتى شي وحده بدات لها هذا النقص، غنصاوبوا لك نقص فيه الرباطي وفيه الفاسي وفيه الخارجي، وغنقادو لك الحق طريقه. وانا اليوم هذا النهار خليته لك مستعد لك، انا وجدت الحنه، انا وجدت كذا، انا وجدت كذا، اعطيني يدك ورجليك. حيدت السيده تيقول جلابتها وبنيتها الصغيره جالسه حداها، تمشي للكوزينه وترجع، تقول مشات المره الاولى ورجعت، مشات المره الثانيه ورجعت، وخدامه ودايره المسجله، خدامه الصوت ديال المسجله باش يكتم الصوت، عارفه بان غيوقع شي صياح ولا شي حاجه. واحد الوقت غفلتها بواحد الشاقور وهي تضربها راسها من اللور، ضربتها راسها. هاد ضربه الشاقور هي اللي لقى الطبيب الشرعي تيقول بان المعنيه بالامر مقتوله وعندها ضربه قاتله في الراس، ضربتها من اللور بالشاقور. ولكن ما وقفاش غنتحدوا، هي صحيحه ضربت المراه وضربت البنت الصغيره. البنت الصغيره جالسه ملاهيه في اللعب، تلعب هي بحنا، ضربت المراه وضربت هذا. هما تغماو بجوج طاحوا، وكملت التعليم تتاكدت منهم وبدات باش تهنى منهم تماما، وما تقولش بان غير دوخاتهم الضربه، بقات تضربهم على العناق ديالهم وقطعت لهم ريوسهم. ومشات خداتهم تما، ومشات عند واحد السيد تيبيع صنادق، وتتعرفوا دوك الصنادق اللي كانوا بكري راه ما كانوش الماريوات عند الناس اللي بكري، العقاد اللي تيعرفوا، كانش الماريو واقف في الدولاب واقف هكا، كانوا عندهم غير صنادق. انا في صغري تنعقل كان عندنا صندوق في الدار، كانوا فيهم داك الزواق البلدي، داك الزواق البلدي تزوقت هي اللي كانت فيهم، وكانت تتحرك من الفوق، وكان الوالدين تيستفوا في حويجات ديالنا كاملين، ديالهم وديالنا، وكاين صندوق اخر ديال الوالد تيستفوا فيه. ما كانش الماريو، من بعد شفنا الماريو بدا يدخل الماريو بالمغرب وداك الشيء وهذا كان الماريو تقريبا كان عند النصارى، كان الماريو عند دوك الناس لاباس عليهم، ولكن العاديين والشعب الناس ديال الشعب كان عندهم دوك الصنادق بكري كانوا تيديروهم. هي مشات وكان دوك المصناد، كان واحد المصناد تيقول السي محسون في المسطره ديالو الله يرحمه، تيقول كان واحد المصناد معروف تما في براكش وتيبيع بزاف اللي كانوا تيبيعوهم، باقي تيبيعوهم حتى دابا، تيديروا دابا الزينه والديكور وكذا وكذا. تيقول مشات عندك الراجل تيبيع صنادق وخدات اكبر صندوق اللي لقات عنده وداه واحد الحمال، وتيقول بانه الحمال داه لها الدار، وتيقول باش يتاكد السي من حسون تيتاكد، مشى تيقلب حتى لقاو مو الصندوق اللي تيبيع صنادق، ومو الصنادق اكد لهم، تيقول جات واحد المراه هنا وهذيك ما تعرفها نقاشه، وجات داتو هي واحد الحمال فلان، وهذاك الحمال عندنا هنا في السوق، وعيطوا لذاك الحمال وجا الحمال وقال زدت لها الصندوق تديتو لها للدار. ولكن الحمال الثاني ما عرفاتوش وما لقاوش، قال لك لكن اللي هز من الدار، هز المحطه ما عرفاتوش شكون، ما قالتش، قالت ما عرفتوش، انا طاقيت بك تجي تهز لي شي سلعه غنديها. واش هو ساق الخبر في المدينه وخبر؟ يعلم الله، هو اللي بقى خرج من المسطره. ولكن الحمل الاول اللي الصندوق دار الدار لقاو بهاد الحجاج باش قداو عليها بان كاين الصندوق ديالك، ها الحمل اللي جابوا لك، ها من شريتيه، ها فين ديتي حطيتيه، لان حتى العساس اللي في المحطه قال لهم هي هذه اللي عرضوها عليه، هي اللي جابت الصندوق ومشات. وهنا فين صرحتهم وقالت لهم القضيه واقفه، ما سرقت لها، ما ديت لها غير داك الشيء اللي كان في يديها، حطيته ما تيهمنيش، انا عندي الذهب بزاف ها هو وتنخدم به وتندير به، ولكن الصداقه اللي بيني وبينها ما نقدرش نفرقها وما نقدرش نفرق معها، وتاكد لي بان زواجها من غتمشي غتزوج ما مدينه اخرى ما غترجعش ليا. شوف هذوك العلاقات فين تيوصلوا، نتمنى منا تكونوا فهمتوني. دوك العلاقات ما بين جوج ديال العيالات كما قلت لكم تيكونوا علاقات ما بين جوج رجال بهذه الطريقه هذه، فين ادى بها الحال وكتمشي لقلب شي صديقه اخرى وتصاحب معها وتصادق معها براسهم. ولكن هذيك ما رحمه البنيه الصغيره اللي كانت معها، حيدتهم بجوج، خط عوجه وصلتها الاعدام، ودوروها في المدينه كما تيقول السي حسون في ذاك الوقت، دوروها في مراكش باش يشوفوها الناس. بكري كانوا تيبغيو يديو واحد يديروا اعاده تمثيل الجريمه، كانوا تيدوروه تيشوفوه الناس بزاف في المدينه. حتى دابا راه كانت اعاده تمثيل الجريمه كاينه دابا، وحتى هذيك راه نوع من الشوهه، نوع ديال التشويه، ونوع باش يعطيو درس لواحد اخر لما تيجيبوه يقولوا ولي كي درتي واخا هي الان في القانون غير قانونيه ديك اعاده تمثيل الجريمه. وهذه الكلمه غادا تنوجهها لضباط الشرطه القضائيه ديال الدرك والبوليس بان اعاده تمثيل الجريمه باش تمشي مع اعاده تمثيل الجريمه راه غير قانونيه. ولكن تدار هي خصها دار بواحد النقاط اللي باش قضيه التحقيق وكل ما يكون على قناعه، بحال يقول لك يلاه وريوني بالضبط فين كيفاش دار، وريوني تيبغي هو يكون متفق يوريو.
اما دابا تنلاحظوا بان بعض المرات تيديروا الاخوان، ولكن هي تجي تشوف مزيانه من واحد الناحيه، الناس تيشوفوا ذاك المجرم تيتشوه من واحد الناحيه، الناس تياخذوا عبار تياخذوا دروس، الشباب تيشوفوا ديك الشوالم مكتفين غاديين بيتهم تياخذوا دروس راه نافعه. وشوفوها في مراكش وداروا بها ومشات وتحكمت بمؤبد ذاك الوقت. شي تيقول تحكمت مؤبد، شي تيقول تحكمت بالاعدام، حسب ما تندير التليفون بعد الاخوان تقول لا تحكمت بالاعدام مؤبد ذاك الوقت. الله يرحم السي بن حسون شريف اللي هو صاحب هذه المسطره واللي بحث فيها واللي وصل لها، اللي كان عميد الشرطه في السلطه القضائيه في مراكش، تعرفوه الناس القدام، وكان الله يرحمه رجل من دوك الشرطيين دوك لي بيجيست اللي كانوا في مراكش في ذاك الوقت في وقت الجريمه هذه، هو اللي وقف عليها، هو اللي وقف على الجريمه، هو اللي وقف هو اللي وصل حتى للجانيه، وخلى هذه القصه مسطرتها لولده، ولده اللي صديق ديالي واللي عاودها لي ولده كما خلاها ليه باه. وهنا تنقول كاين بعض الناس، كاين بعض الشرطيين من الولد ديالهم تيخليو ولادهم، والواحد يكون بوليسي ولا جدارمي ولا قاضي ولا كذا، خصو واحد النهار يدير ما يعاود ولادو، يدير ديك العمل اللي دار زوين ويعاود ولادو، يعاود قصته لولادو كيفاش دار، تيكبر في عين ولادو، تيخليهم موروث كما خلى سي ادريس التباع الولد ديالو اللي هو انا صديق ديالي واللي كنت معاه غير البارح، وخلى لي واحد ولد كبير على القصص ديالو واش دار في حياته اللي كنت نشرت منهم واحد العدد، وان شاء الله يجيب الله يطول العمر نعاودوا ننشروهم. الله يرحم هاد الناس بجوج. نتمنى من الله هذه الرساله توصل لكم، هذه الحلقه تعجبكم، ولكن غنقول لكم واحد القضيه دابا، واحد القضيه جميله بزاف. تعرفوا بانه الملحون الان طرف الملحون راه دخل في اليونسكو ولا معترف به باليونسكو، هذه واحد الشهرات الشهور. والناس الملحون الحمد لله باقي عندنا في المغرب، باقي عندنا في المغرب، غير خصنا حنا مثلا عاوتاني ندوروا وجهنا زيت الملحون ونشوفوا شويه الملحون، نهضروا شويه على الملحون ونهضروا على الطرب الاندلسي. هنا تلقى ما كانش شي قناه اللي انا قلتها حتى السي رشيد الحكيم، انا نقول لكم شكون هو السي رشيد الحكيم، تلاقوا دوك شي قنوات، قناه ديال الملحون وقناه ديال الاندلسي تهضر على الملحون وتاريخ الملحون، ومره يدوزوا فيها طرب الملحون واغاني الملحون، يدوزوا يعرفوا مع الشرفه الملحون وكذا. انا تنطلب من الله شي واحد يتقدم بهذه المبادره هذه ونشر هذا التراث، هذا الكنز اللي عندنا في المغرب اللي هو الملحون. وكذلك كنا تنسمعوا في الاذاعه بزاف، سيرتو مع 4 5 تنسمعوا في الراديو، ولا عقلتوا ما بقيناش تنسمعوا هذا الشيء بزاف في الراديو، لسوء الحظ ما بقيناش تنسمعوا. الاذاعه الوطنيه حتى هي شويه مكحزه لهذا الجهه، للاسف. هذا السي رشيد الحكيم هو واحد الشاعر كبير، واحد الاستاذ، هو استاذ في التعليم وشاعر كبير ديال الملحون، شاعر من الكبار ديال الملحون، هو اللي حضر في المؤتمر اللي كان في افريقيا اللي فيه تم تصنيف الملحون بانه تراث عالمي وبانه تابع لليونسكو، وعنده شعر بزاف وهو تيغني. هذا رشيد الحكيم انه في مدينه مكناس، واتصل بيا هذا الشريف هذا، وقلنا في واحد النهار كان واحد تدشين واحد الفرقه ديال الملحون غتكون في مدينه قنيطره، واللي انا مشيت وحضرت وقلت لهم انا معكم، لانه انا ماشي مطرب ولا شي مغني، ولكن عجبني الملحون بغيت نكون مع ديك الفرقه ديال الملحون. السي رشيد الحكيم لما جا مكناس وعرفني بانني غنكون حاضر، لانه قالوا لي الناس اللي غيحضروا، حضر قال لي سي خراز انت راك عطيتي شي حاجه مزيانه الحمد لله بلادنا، وفتحتي واحد الباب للمغاربه وعطيتي شي حاجه جديده عند المغاربه السي خراز، وعجبتنا وعندك واحد الجمهور كبير وانا من الجمهور ديالك، وانا درت معك، درت لك واحد الحلقه، نظمت واحد الشعر ديال الملحون ليك السي الخراز، لان كما قال لي راه عندنا في الملحون قصيده الحراز، وهنا غندير قصيده الخراز وغنجيبها لك. وجابها لي السي رشيد الحكيم اللي تنحييه من هذا المنبر هذا. وهاد القصيده هذه غادي نكتبها لكم لتحت وغتشوفوا الكلمات ديالها والقياس ديالها، ونشكر بها السي رشيد الحكيم، وكما قال لي نشرها باش تسمعوها الناس، غنخليها لكم وغتشوفوها في الخلط ديال القصيده، شوفوها ماشي تقول لكم حفظوها، شوفوها، والناس ديال هاد الشيء هذا الملحون هذا حتى هما غادي يشوفوها. ونتمنى من الله يكمل العمل ديالو السي رشيد الحكيم، ويكون لها لحن ويكون لها كذا وكذا وكذا. والسلام عليكم ورحمه الله.